الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. وحشتوني جدا جدا جدا. يعني عارفه ان انا اتاخرت عليكم كده، بقالي يجي 5 ايام ما بنزلش فيديوهات، بس عايزه اقول لكم انتوا وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين يا ملك، انتي وياسمين واسماء وماما بشرى وكل المتابعين الامارات اللي بيتابعوني وبيكتبوا لي كومنتات. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. النهارده بقى ايه؟ طبعا عندنا في مصر يعني كلنا بنبقى الفطار قريب من بعض. يعني في ناس بتعمل لحمه ببصل، في ناس بتعمل كبده، في ناس بتعمل فشه، في ناس بتعمل الصينيه كامله. احنا النهارده هنعمل فطار حلو قوي 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 مع بعض. كمان طبعا مش هننسى الفته هنعملها، بس تعالوا نعمل الفطار دوت حلو قوي. انا معايا هنا حته لحمه، تمام؟ هقطعها كده مكعبات، بس مش صغيره ومش كبيره، تمام؟ هنعمل بقى شويه وصفات، انما ايه، بصوا، عسل عسل عسل. طريقه اللحمه دي عايزاكي تعتمديها هي والكبده، بصوا في منتهى الجمال. وهقول لك حاجه كمان للفشه هتطلع معاكي نظيفه وزي الفل. بس ايه، تابعوني كده وحطوا لي لايكات كده حلوه وكومنتاتكم القمر اللي بتشجعني، واشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني. انا اول حاجه سلقت الفشه، معايا حوالي كده نص كيلو. سلقتها في شويه خل، مش سلقتها، اديت لها غلوتين بتطلع الريم واي حاجه وحشه مش مستحبه. وبعد كده بنديها بقى شطفه. اهم حاجه الخطوه دي انك انت تغسلي الحله. نزلت على طول بميه مغليه من الكتل عشان ما فيش وقت، يعني عايزين نفطر. ونزلت بالفشه، تمام؟ وتعالوا بقى نشوف بنحط ايه في الميه اللي بتخلي بصوا طعمها زي العسل وريحتها حلوه قوي. احنا مش بنشرب الشوربه بتاعتها، بس لازم نعمل لها شويه منكهات كده تظبط معانا الدنيا. انزلي بورق لورا وحبهان وعود كده اللي هو المسمار اللي هو القرنفل، تمام؟ ونحط مكعب مرقه عشان تبقى مسكره كده معانا وحلوه. وهنحط لها كمان رشه فلفل اسود ورشه قرفه. وانا عندي القرفه هنا، ممكن تستغني عن اي حاجه، بس الا القرفه بتديها رشه بسيطه خالص خالص كده على طرفين معلقه، بتديها تست حلوه قوي وريحه حلوه. بنزل ببصلايه وجزرايه وطماطمايه، وكمان بعصر ليمونه كامله وبحط القشر معاها، تمام؟ نعمل بقى ايه؟ اللحمه معايا كده حته ليا اللي هي ضاني، تمام؟ بتدي تسكيره حلوه قوي 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 في الاكل، وبتبقى هي اساسها بقى للكبده ببصل، الكبده الاسكندراني، اللحمه ببصل. بصوا عسل. بتسيحيها كده على النار، وانا بنزل على طول معاها بشويه زيت، تمام؟ ايوه كده، واسيبها بقى تسيح مع نفسها كده علشان نعمل. عايزه اقول لكم الصينيه دي عسل. مش بصوا يعني تعمليها في العيد غير العيد، اعتمدوا الطريقه دي. الطريقه دي حلوه قوي قوي قوي. نزلت بقى باللحمه. طبعا اللحمه قبل ما بقطعها بكون نقعاها في شويه ملح صغنطاطين وليمونه كامله، وبعد كده بشطفها وبقطعها بقى، تمام؟ نزلت برشه فلفل اسود ورشه جوز الطيب. وعايزه اقول لكم ان انا مش حاطه اي نوع بهارات تاني، يعني هحط ملح وفلفل اسود ورشه جوز الطيب فقط. بس عايزين طعم اللحمه بتاع زمان، طعم اللحمه كده يكون باين مش متغطي بالبهارات، تمام؟ انا في الوقت ده بعد ما اتشوحت نزلت بالبصل يا بنات، كنت مقطعاه جوليان وخدت تسكيره كده على طول، تمام؟ والكبده نقعتها في خل. هننزل بقى بشويه توم علشان نعمل احلى طاسه كبده. حطيت عليها معلقتين خل، وحطيت عليها قرنين فلفل سبايسي، واحد اخضر وواحد احمر، وكمان هحط 2 رومي، وهحط ليمونه كامله، تمام؟ او حوالي ليمونه ونص. التوابل بتاعتنا ايه؟ اساسيه ومش كتيره، كمون وكزبره وملح وفلفل اسود، ولا اكتر ولا اقل. انا بقول لكم الحاجات اللي هي انتوا تاكلوا الكبده وتكون طعمها حلو. عن شرط ان الكبده دي انا عامله الطريقه اللي هي الاسكندراني دي، اكتر حاجه بنحبها اكتر من الكبده ببصل العاديه، تمام؟ حلوه قوي الطريقه دي. يعني بصراحه انا بعتمد الطريقه، ودايما لو تلاحظوا معايا انا عمري ما غيرت طريقتي في الكبده. اللهم صل على النبي. المهم بقى هنشوف هنعمل ايه تاني. معايا بقى البصل. شوفوا المقطع ده جه بعد اتغير. ده في الوقت ده كنت بقطع البصل جوليان علشان احطه للحمه ببصل، بس معلش بقى هو جالكوا كده قدام شويه. بعد ما قطعت الكلام ده كله نزلت بيها على اللحمه، كانت اتحمرت. بصوا كده المقطع اتعاد تاني، حقكم عليا بقى. بصوا يا بنات كده
بعد اللحمه توصل معاك ان هي كانها محمره، فاهمين قصدي؟ شايفين اللي احنا حطيناها ساحت تمام مع شويه الزيت، بتفضلي كده تحمريها. طبعا احنا حاطين لها رشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه من جوز الطيب. بحط بقى نازله في فصين توم 2 مع اللحمه في الوقت ده. ما بصوا ما بنكملش ثانيه وننزل بالبصل. يا على الطريقه دي تجنن تجنن تجنن. لسه ليها كام تركايه كده بس اقول لكم عليها. طبعا انتوا عارفين كنت هقول لكم طريقه تانية للحمه، مش عايزه احرق لكم الفيديو. هتكون طريقه بصوا حلوه قوي تعتمدوها. بصوا ممكن تاكلوها بس كده سندوتشات من كتر ما الطريقه دي حلوه. هعملها لكم ان شاء الله في فيديو تاني لوحده. لحمه الافراح لو تسمعوا عنها بتبقى حلوه قوي قوي قوي. وانا كنت النهارده متحفظه ان انا ما احطش توابل وما احطش حاجات كتيره، حتى السبع بهارات ما حطيتهاش. انا عملتها بس بملح وفلفل ورشه من جوز الطيب وانا بحمر اللحم بشوحها يعني، ومكعب مرقه. وعايزه اقول لكم بقى طب هي هتستوي ازاي يا غزل؟ بحط لها ربع كوبايه ميه بتشربها واغطي عليها، وبعد كده افتح عليها اقلبها الاقيها شربت ربع كوبايه الميه، اروح حاطه لها تاني. انتوا فاهميني؟ اخر حاجه بقى كده قبلها بربع ساعه بتنزلي بطماطميه بتقطعيها مكعبات صغيره او تبشريها. وعايزه اقول لكم بقى بينزل شويه صوص كده مسكر من الطمايه بحته من البصلايه مع الطماطمايه، يعني بصوا بتبقى عسل عسل عسل. نقلتها بقى على العين التانية وطيت عليها، وطبعا الفشه معانا بتستوي في النص. ونجيب بقى الطاسه بتاعتنا علشان نعمل احلى طريقه للكبده. معايا برضو حتتين كده من اللي هسيحهم مع شويه زيت تمام. يا لهوي على الكبده دي والله العظيم، لو قدامك 10 كيلو لتاكليها. بصوا من حلاوتها من حلاوتها دي، بس عايزه عصره ليمون زي ما انا بعصر عليها ليمون. النهارده عامله لكم برضو بتركايه حلوه قوي، ومعاها قرن فلفل سبايسي، سندوتش عيش كده بلدي، وشويه طحينه. يا على الجمال والحلاوه. بعد ما نزلت بمعلقه من الثوم بالفلفل اللي احنا كنا عاملينه وعليه الليمون وعليه الخل، بتنزلي بنص الكميه، يعني معلقه كده كبيره بتشوحيها لمده دقيقتين، وبعد كده بتنزلي بالكبده ما بتقلبهاش على طول لحد ما تغير لونها كده. وبعد كده بنجيب باقي التتبيله اللي احنا عاملينها بننزل بيها بعد ما الكبده كلها تاخد لون زي ما انا هعمل معاكم دلوقتي. بصوا كده بقى نزلت بالكميه كلها اهو، فيها فلفل احمر وفلفل اخضر وليمون وكمون وكزبره وملح وفلفل اسود، وكمان معلقتين الخل اللي احنا حاطينهم. ننزل بقى بالفلفل طبعا مقطعاه كده شرايح، ده فلفل رومي، وحط عليه 2 اللي هو فلفل قرنين فلفل يعني حراقين تمام. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. واخر خطوه بقى بعملها للكبده دي، بنزل عليها بعصرة ليمونة كبيرة، نص ليمونة. بصوا بقى يا بنات الحركة دي حلوة قوي قوي قوي. طبعا اللحمة تكون دخلت في السوا تمام. بتجيبي بقى بصلايه وتقطعها كده مكعبات كانها مفرومه. يا لهوي يا لهوي على الصوص، والله العظيم ما في حاجه اتفضلت يعني منها حلوه حلاوه. بصوا شكل الصينيه عامل ازاي. عملت بقى كوبايه قهوه. عايزه اقول لكم هي دي الاستباحه بتاعتي، فنجان القهوه ده اتاخرت عليه، كان حاسه ان راسي يعني صداع صداع صداع. بصوا بقى الكبده يا لهوي على حلاوتها، شويه كبده عسل. انزلي بقى بمعلقه سمنه بلدي يا سيدي على الجمال والحلاوه والريحه. طبعا احنا حاطين ليا، وحطيت زودت رشه كمون ورشه كزبره، وحطيت لها كمان رشه فلفل اسود لان كان الفلفل قليل لما جيت عملت لها الدقه بتاعتها فطحنت. انزلي بقى بنص ليمونه، حطيها بقى في سندوتش بلدي معاها كده عصره ليمونه، قرن فلفل او طبق جرجير، وسلطه الطحينه. والله العظيم ما محتاجه اي حاجه تانية. انا الكبده دي بالنسبه لي ما تتاكلش مع مكرونه، سندوتشات عسل عسل. حطيت لها رشه فلفل اسود اهو، كنت اللهم صل على النبي كنت طحنت فلفل. يلا بقى نوروني كده يا بنات، واشتركوا في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني، وشجعوني. وعايزه اطمن عليكم يا اسماء، انتي وياسمين وملك وماما بشرى. فين المتابعين اللي كانوا بيعلقوا لي؟ انتوا فين يا جماعه؟ ملك بقالك كتير يا حبيبتي، يا رب تكوني بخير، يا رب تشوفي الفيديو. وانتي يا ياسمين بقالك كتير ما علقتليش، انتي واسماء. انا مش عايزه انسى بس المتابعين الجداد هم اللي بقوا بيعلقوا، والمتابعين القدام شكلهم نسوني ولا ايه مش عارفه. اكتبوا لي كومنتات حلوه لانها بجد والله بتفرحني. بصوا بقى الطحينه طبعا دي اللي انا كنت عاملاها معاكم، فكيتها بميه سخنه ومعلقه خل، وحطيت لها توم باودر وبصل باودر، رشه كمون ورشه كزبره ورشه شطه، وظبطت لها الملح وحطيت لها ليمونه. طبعا بنحط لها خل ده بنفكه في البدايه، وبحط لها شويه زيت. والطريقه دي للطحينه بجد انا بعتمدها، حلوه حلاوه تجنن تجنن يعني. بصوا ما حبيتش اعمل بطاطس ولا اي حاجه، حبيت ان انا اعمل لهم كده طاسه كده كبيره حلوه فيها لحمه وفيها كبده وفيها فشه كمان. الفشه هحمرها بشويه سمنه بلدي، واحط عليها رشه ملح وفلفل اسود، وبس كده بس كده.
يلا بقى بصي شوفي انت عملتي لايك ولا لا، اتاكدي ان انت اشتركتي في القناه. كل سنه وانتم طيبين يا رب. كل واحده نفسها في حاجه تحققها، كل واحده بتتمنى امنيه يا رب السنه الجايه تيجي وانت محققه كل اللي نفسك فيه. الفش يا بنات اول ما خلاص لقيتها استوت، عارفين بعمل ايه؟ باخدها تحت الحنفيه بشطفها يعني من دي الحركه دي فيا، حتى انا مغيره لها الميه وكل حاجه، بس اول ما برضو ما بقفل عليها بروح مطلعها كده في مصفى، اديها شطفه واقطعها وبعد كده انزل بيها في الزيت واستنى بحمرها. بصوا معاها الزور بقى وكده. انا جايبه بصراحه نص كيلو بس، تمام. اديت لها رشه فلفل اسود وطبعا رشه ملح. انا جايبه يعني الفش على قد الاكله، انتوا فاهميني. انا كنت عاملاها قبل العيد، كنت عامله لكم الوصفه قبل العيد، فقلنا برضو نفطر فيها كده. ما حبيتش اجيب بصراحه طحال لاني ما بقتش مش لينا تقل عليه قوي، انتوا فاهمين يا بنات. كنت عاملاه برضو مع الفشه وكنت عامله معاه ممبار قبل العيد، الفيديوهات عندكم يا بنات. بس كده نديها تقليبه حلوه. ايوه بصوا الجمال والحلاوه. خلاص كده كانت اتحمرت معانا. حطلها طبعا سمنه بلدي زياده شويه، معلقتين كده حطلها كبار. هغرف بقى صوص اللحمه. يا لهوي على جمالها. دي مش لحمه عاديه يا بنات، بجد اعتمدوا الطريقه دي. ودي الكبده اهي عسل. انا عايزه اقول لكم ان انا اخدت معلقتين كبده كده والله العظيم المعلقه من حلاوتها. طبعا عصره الليمون اللي حطيناها في الاخر ده دي تركايه حلوه قوي. ماما بقى عامله لنا بتنجان مخلل مع فلفل وخيار، حطيت طبق وحطيت مرندة برتقان وكده، وحطيت رشه خل بحب احطها على البتنجان المسلوق. قعدت بقى كده نفطر معاكم، طبعا كلهم هيجوا دلوقتي يفطروا معايا، بس قلت انتوا عارفين ان دي حركتي في الفيديو، بحب ان انا اخر لما اخلص الاكل اقدمه معاكم. بصوا اكله بجد حلوه قوي. لو انتي ما عملتوش بقى الكلام ده النهارده اعملوها تاني يوم العيد. وكل سنه وانتم طيبين، وامنتكم امانه. قبل ما اقفل ما تنسوش تشتركوا في القناه وسيبوا لي لايك كومنت حلو منكم، بجد والله بتفرحوني. ده كان فيديو النهارده. بحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.